بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة أخبار نادي الزمالك اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وفيديو جديد ونشرة جديدة من نشرات أخبار نادي الزمالك. في البداية شرفنا باشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. ادعمنا بلايك على الفيديو وتعليق أسفل الفيديو، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم الفترة اللي جاية. انتهى الأمر وتم رفض التأجيل. الزمالك يلعب رسميا لقاء سموحة بعد غد الاثنين. إدارة الكرة بنادي الزمالك أعلنت أن الزمالك سيتوجه صباح الغد الأحد إلى الإسماعيلية استعدادا لمواجهة فريق سموحة. وتم الإعلان أن الزمالك سيخوض ميرانو مساء الغد بالإسماعيلية استعدادا لهذه المباراة. هذه المباراة المقرر إقامتها في 8 مساء الاثنين باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس مصر. كما تم الاستقرار على إجراء تحليل رابط تيست، وهو إجراء الكاشف السريع الخاص بفيروس كورونا استعدادا للمباراة. وعلى هذا الإعلان فإن الزمالك سيخوض تلك المواجهة بشكل رسمي، وبالتالي يتم إغلاق أي مجال عن التأجيل. وكانت إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد طلبت من اتحاد الكرة تأجيل هذا اللقاء، إلا أنه من الواضح أن الموضوع قد تم رفضه كليا. تفاصيل استعدادات الزمالك الأخيرة لمواجهة سموحة. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر نادي الزمالك استعدادا لمباراة سموحة في كأس مصر. وقبل المران عقد البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين، وطالب البرتغالي في هذه الجلسة ببذل أكبر مجهود ممكن خلال مباراة سموحة القادمة في الكأس، مشددا على ضرورة حسم المباراة والصعود إلى دور 8 من هذه المسابقة. وخلال المران خضع لاعبي الفريق لفقرة بدنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية. وقام البرتغالي باتشيكو بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت قيادته والثانية تحت قيادة مدحت عبد الهادي مدرب الفريق. وحرص باتشيكو على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية من أجل تنفيذها خلال مباراة سموحة، بالإضافة إلى التركيز على تنفيذ بعض الخطط التكتيكية خلال المران. محمد أبو جبل مستمر في حراسة عرين الزمالك. البرتغالي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك قرر استمرار الدفع باللاعب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، وذلك في التشكيل الأساسي للزمالك خلال المباراة القادمة أمام سموحة. وجاء هذا القرار بالاستمرار بالدفع بمحمد أبو جبل كلاعب أساسي بعدما شارك اللاعب في مباراة الزمالك أمام المصري والتي أقيمت الخميس الماضي. وظهر محمد أبو جبل بمستوى مميز ونجح في التصدي لعدد من الهجمات الخطيرة والحفاظ على نظافة شباكه والخروج بنقاط المباراة الثلاثة. وهكذا يواصل باتشيكو الدفع باللاعب خلال الفترة القادمة من أجل حراسة مرمى الزمالك ليكون في أتم جاهزية للتواجد بشكل أساسي في مواجهة الرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا. نجم الزمالك يقود الفريق مجددا خلال مباراة سموحة. البرتغالي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك استقر على عودة نجم خط وسط الفريق طارق حامد لقيادة الزمالك أمام سموحة. يأتي هذا في الوقت الذي يغيب فيه التونسي الدولي فرجاني ساسي عن خط وسط الزمالك، وذلك نظرا لطرده وإيقافه خلال مباراة المصري الأخيرة. طارق حامد كان غاب عن مباراة المصري الماضية من أجل الحصول على راحة، وسيعود أمام سموحة لقيادة الزمالك مجددا. نادي الزمالك يعلن سفر ثنائي الفريق وغيابهما عن مباراة سموحة في الكأس. اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك توجه إلى بلاد تونس من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب التونسي استعدادا لخوض معسكرات ومباريات دولية، وذلك في ظل تأكيد غياب اللاعب عن مباراة الزمالك القادمة عقب طرده أمام المصري في المباراة السابقة، واحتمالية تعرضه لعقوبة كبيرة بسبب اشتباكه مع حكم المباراة. بينما سيتوجه اللاعب أشرف بن شرقي إلى المغرب من أجل الانضمام هو الآخر لمنتخب بلاده من أجل مباريات تصفيات إفريقيا، وبالتالي من المنتظر أن يكون أشرف بن شرقي هو الآخر خارج مباراة سموحة القادمة في الكأس. ويواجه نادي الزمالك فريق سموحة بعد غد الاثنين في دور 16 من مسابقة كأس مصر على ملعب الإسماعيلية. مرتضى منصور يوضح حقيقة العرض السعودي لفرجاني ساسي ويؤكد
المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تحدث عن الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن عرض التعاون السعودي لضم اللاعب التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك في نهاية الموسم الحالي. المستشار مرتضى منصور وخلال تصريحاته الأخيرة أكد وقال إن كل ما نشر حول تلقي الزمالك لعرض من التعاون السعودي لضم فرجاني ساسي أخبار ليس لها أساس من الصحة. وأكد مرتضى منصور أن إدارة نادي الزمالك لن تتعامل مع التعاون السعودي في أي صفقات سواء بضم أو رحيل لاعبين. وعلى الرغم من تصريحات رئيس نادي الزمالك إلا أن الأخبار ما زالت تتوالى عن نية النادي السعودي الدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة الزمالك من أجل التعاقد مع فرجاني ساسي مقابل 1,400,000 يورو. يذكر أن عقد فرجاني ساسي ينتهي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم القادم. صحيفة سعودية تؤكد خطة التعاون السعودي لضم فرجاني ساسي وهذا الأمر يقرب اللاعب. صحيفة سبورت السعودية أكدت أن المدير الفني كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والحالي للتعاون السعودي طلب من إدارة نادي التعاون التحرك لضم لاعب الوسط الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك. وقالت الصحيفة أن عقد فرجاني ساسي سينتهي مع الزمالك في صيف 2021 وهو الأمر الذي يسهل عملية رحيل اللاعب عن الزمالك خلال الصيف الحالي. وكشفت الصحيفة عن خطة كارتيرون مع التعاون لضم فرجاني ساسي وهي أن إدارة التعاون ترغب في الانتظار إلى الموسم القادم لحين انتهاء عقد فرجاني ساسي مع الزمالك. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن السبب في ذلك هو الخلافات التي حدثت مؤخرا بين إدارة الناديين بسبب هروب كارتيرون إلى التعاون وأن هذا الأمر قد يحول دون إتمام الصفقة. وألمحت الصحيفة إلى أن فرجاني ساسي المهدد بالإيقاف لفترة تقرب من 8 مباريات بسبب ما حدث منه خلال مباراة المصري قد يسهل إمكانية ضم اللاعب إلى التعاون السعودي الفترة القادمة. أمير مرتضى منصور وأول رد على عرض التعاون السعودي لضم فرجاني ساسي. أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أكد على عدم تواجد أي عروض للاعب فرجاني ساسي من نادي التعاون السعودي. أمير مرتضى منصور وعبر تصريحاته الأخيرة أكد أن نادي الزمالك لم يتلقى أي عروض رسمية حتى الآن بشأن فرجاني. ونفى أمير مرتضى في تصريحاته تواجد أي عروض رسمية من التعاون السعودي بشأن اللاعب سواء شراء نهائي أو إعارة. وكانت هناك تقارير صحفية سعودية قد تحدثت أن نادي التعاون السعودي تقدم بعرض رسمي كبير للتعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك. يذكر أن فرجاني ساسي دخل في أزمة مؤخرا عقب طرده من مباراة الزمالك والمصري واشتباكه مع الحكم وفي انتظار قرار رسمي بعقوبة شديدة. منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي على ضم هذا اللاعب. بعض المصادر الصحفية تحدثت أن هناك تنافس خفي بين ناديي الزمالك والأهلي على اللاعب محمد ناصر الشهير برامبو لاعب ومدافع سيراميكا كيلوباترا. اللاعب معار حاليا إلى النادي الأهلي منذ يناير الماضي ويلعب في فريق الشباب تحت 21 سنة تحت قيادة عمرو أنور المدير الفني لفريق 21. عمرو أنور تقدم بتقرير إلى اللجنة الفنية بالنادي الأهلي وطلب تجديد إعارة اللاعب من جديد قبل دخول الزمالك لمحاولة ضم اللاعب في ظل إمكانياته الفنية والبدنية المميزة. بينما علمنا أن هناك اهتمام من نادي الزمالك باللاعب عقب مشاهدة فيديو خاص باللاعب أبدى من خلاله مسؤول النادي الإعجاب به. ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة تنافس بين الناديين لضم اللاعب خاصة وأنه ما زال صغير السن وأمامه مستقبل فني وتسويقي كبير. وعد مرتضى منصور لمهاجم الزمالك من أجل احتواء حزنه. المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وعد اللاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق بأنه سوف يوافق على رحيله بشكل رسمي عقب انتهاء الزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وطالب مرتضى منصور اللاعب بالالتزام مع الفريق والعودة مرة أخرى للتألق بصورة أكبر مما هو عليه الآن. وأكد مرتضى منصور اللاعب أن فرصته ستكون أكبر في الاحتراف في حال تتويج الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا. يأتي هذا الوعد من جانب مرتضى منصور بعدما شعر بحالة حزن اللاعب بسبب رفضه احتراف اللاعب في نادي فنربخشة التركي وقرب انتهاء فترة القيد في الدوري التركي. يذكر أن نادي الزمالك يلتقي مع الرجاء المغربي خلال الشهر الحالي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
رغم الحديث عن رحيله، محمد عواد يغازل جمهور الزمالك. محمد عواد حارس مرمى الزمالك غازل جمهور ناديه عبر تويتر من خلال صورة للاعب وعليها شعار القوس والسهم ومعه القلب. ولا يزال محمد عواد حتى الآن بعيدا عن الحسابات في حراسة مرمى الزمالك لحساب الثنائي محمود جنش ومحمد أبو جبل. وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أكد على اتفاقه مع محمد عواد على الرحيل بنهاية هذا الموسم من أجل أن يحصل اللاعب على فرصة للمشاركة، وسوف يبحث معه طريقة الرحيل عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا. أحمد عفيفي يتحدث عن مصطفى محمد وحسام البدري. المحلل الرياضي الشهير أحمد عفيفي علق على الحديث الدائر الآن بخصوص مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، وبطريقة غير مباشرة رد أحمد عفيفي على تصريحات حسام البدري، واللي قال فيها أن مصطفى محمد يحتاج أن يعمل على نفسه كثيرا خلال الفترة القادمة. أحمد عفيفي كتب عبر فيسبوك قائلا: مصطفى محمد هو أول مهاجم صاعد بالقوة دي في الدوري المصري من أيام عمرو زكي وعماد متعب، وأول مهاجم عموما في السن ده يتم التعامل معاه بالشكل ده من لاعبين سابقين أو مدربين منتخبات سواء كان صاعد ولا هابط. بس مصطفى محمد أثبت أنه أوضح من إنك تعمل نفسك ما شفتوش، وأكثر تأثيرا من أن التعقيب عليه يكون من ده ما خدتش بالي، قدره يتولد كبير. أول تعليق من حسام البدري على حالة الهجوم عليه بعد انتقاده لمصطفى محمد. حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني أبدى اندهاشه واستغرابه من حالة الهجوم عليه بعد حديثه الأخير عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك، وأعرب حسام البدري عن استيائه من محاولات البعض تناول تصريحاته الخاصة عن مصطفى محمد بطريقة غير صحيحة. حسام البدري في تصريحاته قال إنه سبق وتحدث أكثر من مرة عن مصطفى محمد، وأكد أنه لاعب خامة طيبة جدا ومتميزة وينتظر مستقبل. وأشار حسام البدري أيضا أن تصريحاته الأخيرة بأن اللاعب في حاجة إلى تطوير وعمل وجهد مستمر ليست معناها خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للمنتخب ضمن القائمة المنتظرة في مواجهتي توجو. وأوضح أيضا بل هي لتشجيع اللاعب من أجل الوصول إلى أفضل حال، خاصة وأنه ما يزال في بداية مشواره ويحتاج لنصيحة حتى يطور من نفسه، وهو ما نفعله معه من خلال اتصالاتنا. كارتيرون يرد على التقارير التي تحدثت عن عرض التعاون لضم فرجاني ساسي. الفرنسي كارتيرون المدير الفني للتعاون السعودي أكد أنه شخصيا لا يعلم شيء عن التقارير التي تتحدث عن تواجد مفاوضات بين ناديه واللاعب فرجاني ساسي لاعب الزمالك. كارتيرون أكد أنه يعلم أن الزمالك يستعد لمواجهات إفريقية حاسمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا صعوبة الحديث مع إدارة الزمالك في هذا الشأن خلال هذا التوقيت. وعن التقارير الصحفية أكد كارتيرون أنه لا يعلم شيء عنها ولا يعلم إذا كانت إدارة التعاون فعلت ذلك أم لا، مؤكدا أن فرجاني ساسي لاعب كبير وإضافة للتعاون لكنه لم يطلب ضمه حاليا. وكانت تقارير صحفية سعودية قد تحدثت أن نادي التعاون السعودي تقدم بعرض رسمي كبير للتعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك. إبراهيم سعيد مدافعا عن مصطفى محمد، تصريحات حسام البدري قنبلة إحباط. إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي السابق يرى أن تصريحات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك تحمل الكثير من الإحباط، بعدما قال مدرب المنتخب بأن مصطفى محمد بحاجة إلى الكثير لكي يكون مهاجم مصر. إبراهيم سعيد كتب عبر تويتر قائلا: لم أشاهد لقاء كابتن حسام البدري غير منذ قليل. وتصريحاته عن مصطفى محمد قنبلة إحباط للاعب في ظل عدم تواجد مهاجم مميز حاليا في مصر يعتبر هو الأفضل حاليا. تصريحات غريبة بصراحة، مصلحة منتخب مصر هي الأهم يا كابتن حسام، لا وقت للمجاملات. من داخل اتحاد الكرة، هذه هي العقوبة المتوقعة ضد فرجاني ساسي. كشفت مصادر مطلعة من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن واقعة فرجاني ساسي كانت واقعة واضحة للجميع خلال مباراة المصري، وهو الأمر الذي أظهرته كاميرات التلفزيون بوضوح. وأكدت المصادر أنه سيتم الأخذ بهذه اللقطات وتقديمها للجنة الانضباط بالاتحاد بجانب تقرير الحكم.
وأوضحت المصادر أيضا أن اللائحة تنص على الإيقاف لعدة مباريات في حالة الدفع باليد للحكم أو لأحد مساعديه إلى جانب غرامة 10,000 جنيه. وحال الاتحاد المصري لكرة القدم الواقعة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبة اللازمة تجاه اللاعب التونسي. وتشير المصادر إلى أن العقوبة المتوقعة ضد فرجاني ساسي قد تصل إلى الإيقاف ل4 مباريات بالإضافة إلى بعض آلاف من الجنيهات كغرامة مالية. قرار عاجل من مرتضى منصور بسبب مباراة سموحة. المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تأجيل المؤتمر الصحفي والذي كان مقررا انعقاده الأحد من أجل الحديث عن الشكاوى التي تم تقديمها ضده في اللجنة الأولمبية. بيأتي هذا التأجيل من جانب رئيس نادي الزمالك بسبب ارتباط الزمالك بمباراة سموحة الاثنين في دور 16 من مسابقة كأس مصر، وحتى لا يتم تشتيت أذهان اللاعبين. ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد آخر لهذا المؤتمر الصحفي على أن يعقد رئيس نادي الزمالك اجتماعات مع مسؤولي الجروبات الزملكاوية على ملاعب الناشئين في الغد. وكتبت الصفحة الرسمية لرئيس نادي الزمالك عبر تويتر قائلة: قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفي والذي كان مقررا انعقاده غدا الأحد إلى بعد مواجهة فريق الكرة وسموحة بكأس مصر، حرصا على عدم تشتيت تركيز اللاعبين، وسيتم تحديد موعد آخر لاحقا والإعلان عنه. كما تقرر إقامة لقاء مجلس الإدارة مع مسؤولي الجروبات الزملكاوية غدا الأحد في ملعب الناشئين. وكانت دي نشرتنا، نشرة أخبار نادي الزمالك اليوم. في نهاية النشرة لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. كل الشكر والتقدير للناس اللي بتدعمنا الفترة الماضية باشتراكات في القناة، بإعجابات على الفيديوهات، بتعليقات على الفيديوهات، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم الفترة القادمة. معانا كل جديد بيخص نادي الزمالك كل يوم بمشيئة الله، فنرجو أن تتابعونا. شاركنا برأيك وتعليقك أسفل الفيديو، بنسعد بجميع التعليقات وبنتابع كل التعليقات. وشارك النشرة لو حابب مع أصدقائك على الفيسبوك، على تويتر، على جوجل بلس، على واتساب، على تليجرام، على أي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي أو أي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي. وفي نهاية النشرة سعدت بمتابعة حضراتكم، وفي أمان الله.